احنا معانا فقرة ممتعة جدا طبعا. احنا اسكندرانية والصيد. احنا برضو بنتكلم على العمال، عمال الصيد، عمال المصايد، الصيادين دول عمال. عامل الزراعة ده عامل، مش فقط العمال اللي هو الناس اللي بالافرول واللي ماسك المفك. الصورة التقليدية قوي دي ما عادتش خلاص موجودة. الناس بتوع تكنولوجيا المعلومات من دول عمال. يعني كلنا عمال. تمام. فبما ان الصيد طبعا في اسكندريه امر جميل وهوايه يا رب تنتشر اكتر واكتر. لكن هنعرف اتصال هاتفي معنا شغال دلوقتي. شغال سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. استاذ احمد عزمي. استاذ احمد أهلا عزمي، وسهلا. اهلا استاذ احمد، اتفضل يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. اه. طيب. بداية، هو الفيديو اللي حضرتك مشغله هيشرح لنا طريقة تصنيع المعالق، والمعالق دي بتكون نوع من أنواع الطعم الصناعي. طيب عشان استاذ احمد بس اولا نعرف الساده المشاهدين بحضرتك. حضرتك يعني صاحب صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي بتضم اكبر عدد من هواة الصيد. تمام، احنا أكبر جروب موجود في الشرق الأوسط مخصص للصيد والغطس. الصيد جروب والغطس. محيط الصيد بالإسكندرية. تمام، جميل جميل. تمام. اتفضل يا فندم. بداية يعني زي ما بقى حضرتك بالنسبة للمعالق اللي هي اللي موجودة في الفيديو ديت اللي هي طريقة تصنيعها، دي نوع من أنواع الطعم الصناعي. بتكون بواجهة عام بتتصنع من معدن، سواء بقى بيتم طليه بالنيكل أو هو بيكون كخامة أصلا من الستانلس ستيل. سواء كده أو كده بتكون فايدتهم طبعا إن بيدي لمعة قوية في قلب البحر، وعشان بيحافظ على المعلقه من التآكل او من الصدى، الحاجات اللي هي ايه بتسببها ميه البحر يعني. المعلقه بدايه بيتم تنييها كده اهوت، او انها تبقى بشكل دوراني بومبيه، بحيث انها تكون في الميه حركتها بتبقى بشكل انسيابي اكتر. بنلزق عليها، بيتلزق عليها حاجه شبه الستيكر كده اهوت، شبه الترتر اللي هو الموجود بتاع السمك او القشور. بتبقى موجوده سواء بقى على الجسم بتاعها او العيون. في منها طبعا اشكال كتيره اللي هي الاستيكرات دي، في منها 3 دي بتخلي السمكه او الطعمايه الصناعيه تظهر كانها سمكه حقيقيه بالنسبه للسمكه اللي احنا عايزين نصطادها ونرصدها يعني. تمام. بنستخدم المعلقه بقى، طريقه الاستخدام بتاعتها احنا عايزين ننزلها في عمق يعني، فبنستخدم طريقتين. في طريقه اللي هي الدايف بورد، بحيث ان هو بيكون لوح كده هو بيتربط فيه المعلقه، وبتنزل المعلقه على اعماق كبيره بتوصل لحد 20 متر يعني. دي الطريقه الاولى واللي بتبقى شائعه يعني. تاني طريقه اللي هي الرصاص، بيبقى عباره عن رصاص، وبتبقى المعلقه ماشيه مثلا ما بين الميه العلويه وما بين القاع يعني، بتبقى ماشيه في النص بالظبط. الاسماك اللي هي المعلقه بقى بتستهدفها بتبقى عباره عن سمكه وسمكه الكبريت، ده عندنا في البحر الابيض المتوسط. بالنسبه للبحر الاحمر بتبقى في سمكه اسمها سمكه الناجل. ده كل حاجه بالنسبه للمعلقه. بالنسبه للمعلقه اللي هي كنوع من انواع الطعم الصناعي. الطعم الصناعي بقى زي ما حضرتك ظاهر قدامك دلوقتي، ان الطعم الصناعي عباره او الشكل العام بتاعه بيماثل الشكل الطبيعي لاي حاجه هم بيصنعوها يعني، زي مثلا سردين او سمكايه، جمبريه. طبعا كل شكل واشكال كتير جدا منه، الوان كتير، مقاسات مختلفه. كل حاجه بتتصمم من الحاجات ديت او بتكون مصممه انها بتتحرك عشان تلفت نظر السمكه وتستفزها يعني. احنا بننزل الطعمايه ديت مجرد حركتها كده في الميه، فبتعمل زي عمليه ايه، لفت نظر للسمكه. السمكه بتخش عليها كفريسه، او بتشوفها انها يعني ده معناه دي حاجه سمكه مجروحه، دي فريسه. طبعا زي ما كل الناس طبعا فاهمه ان كل نوع سمك بيكون ليه فريسه مفضله، فعشان كده طبعا بيكون في اختلاف بقى بالنسبه للربلات في الالوان او في المقاسات او في الاحجام. فيعني هي دي فكره مبسطه عن موضوع الطعم الصناعي او عن المعادن. شكرا جدا استاذ احمد عزمي على هذه الماده الفيلميه الجميله. شكرا جدا لحضرتك. انا شايف ان الحاجات دي بتتعمل في ورش يعني، مش مصانع ولا تقنيه عاليه. طب احنا فين من ده؟ ولا برضه هنستورد؟ دي برضه فكره من الافكار.